التاريخ مش بس تواريخ ومعارك، ده مليان حكايات أغرب من الخيال. تخيل معايا أحداث غريبة حصلت بجد، مش تأليف ولا أساطير، وكلها أثرت في العالم بشكل محدش كان يتوقعه. في الفيديو ده هنتكلم عن 8 أحداث تاريخية عجيبة جدا، يمكن أول مرة تسمع عنها، وكل واحدة أغرب من التانية. يلا نبدأ رحلتنا في الزمن ونشوف إزاي التاريخ ساعات بيكون أغرب من أي فيلم خيال علمي. حرب استمرت 335 سنة ومفيش فيها طلقة واحدة. كان في حرب بين هولندا وجزر سيلي التابعة لإنجلترا من سنة 1651 لحد 1986. أيوة، 335 سنة، بس الغريب إن مفيش ولا طلقة نار اتضربت ولا حد مات. الموضوع كان كله إعلان حرب واتنسى، ولما اكتشفوه بعد كده عملوا معاهدة سلام رسمية. معركة حصلت بعد ما الحرب خلصت، معركة نيو أورليانز في حرب 1812 بين أمريكا وبريطانيا. حصلت بعد توقيع معاهدة السلام ب15 يوم. الطرفين ما كانوش عارفين إن الحرب خلصت بسبب بطء المواصلات، وفضلوا يضربوا في بعض على الفاضي. إمبراطور أعلن الحرب على المحيط. الإمبراطور الروماني كاليجولا كان غريب جدا. في مرة قال إنه هيحارب إله البحر نبتون، وبعت الجيش عشان يضربوا الموج ويجمعوا صدف من الشاطئ زي غنائم كده. جيش خسر الحرب ضد نعام. في سنة 1932 الحكومة الأسترالية أعلنت حرب النعام. كان في آلاف من طيور النعام بتخرب الزراعة، فبعتوا الجيش بأسلحة حقيقية. المفاجأة النعام كسب، الجيش معرفش يسيطر عليهم واضطروا ينسحبوا. الراجل اللي بقى ملك لمدة 5 دقايق. في سنة 1908 واحد اسمه لويس الأول بقى ملك لجزيرة صغيرة اسمها ريدوندا في الكاريبي، بس بعد 5 دقايق الحكومة الإسبانية قالت تطلع برا، وانتهت مملكته أسرع من إعلان المسابقة. أقصر حرب في التاريخ 38 دقيقة بس. حصلت سنة 1896 بين بريطانيا وسلطنة زنجبار. بدأت المعركة الساعة 9:02 الصبح وخلصت الساعة 9:40 دقيقة. زنجبار استسلمت بسرعة رهيبة، وبكده دخلوا موسوعة جينيس تقريبا في أقصر حرب. معركة بالحلويات. في القرن ال14 ملك فرنسا فيليب السادس عمل احتفال ملكي، وفي النص حصلت خناقة كبيرة بسبب الحلويات. الناس اتخانقوا عليها لدرجة إن في ناس اتعورت، وكانت واحدة من أغرب المعارك الملكية. مدينة باعت نفسها لفرنسا علشان تخلص من البيروقراطية. مدينة مونتوك في أمريكا في القرن ال19 قررت تعرض نفسها للبيع لفرنسا. السبب كانت زهقت من قوانين الحكومة الأمريكية، بس فرنسا رفضت العرض وقالت مش ناقصين صداع. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان الجاي أغرب وأغرب.